لكن الإنسان لو الشيطان ضحك عليه وصنع منه الفتاي هتلاقي له علامات ظاهرة جدا. عنده جرأة على الكلام بدون معلومة دقيقة أو فهم، لكنه لازم يتكلم مش قادر يسكت. فتلاقي 3 علامات للفتاي، ولازم نواجه نفسنا لأن دي مرحلة الصدق ومكاشفة النفس، عشان لو الإنسان اكتشف في نفسه هذه الصفة الشيطانية يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، شكرا يا رب أنك هدتني لعيبي. 3 علامات للفتاي: فتاي الجدال، وفتاي البحث عن المكانة، والفتاي المكسوف. فتاي الجدال، اسأل نفسك لما بتخش في جدال الشيطان يقول لك مش هينفع، لو كنت ساكت وما عندكش معلومة وبتتجادل في حاجة هتنهزم، مش هتبقى أستاذ، هتبقى جاهل، واللي قدامك هو اللي هيبقى عارف. فالمفروض انك انت تستخدم كل شيء تعرفه او ما تعرفوش للانتصار في الجدال. عشان كده الصالحين يقولوا إذا أريد بقوم شر فتح عليهم باب الجدل وأغلق عليهم باب العمل. صح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أوتي قوم إلا من باب الجدل، يعني ما فيش حد بيخسر إلا لما بتحصل الجدال. ليه؟ النفس بتقوم مش عايزة تهزم، فهقول أي حاجة، هنزل أي معلومة على الفيسبوك عشان أضرب بيها اللي بيجادلني سياسيا ولا بيجادلني في الدين. لازم أتصرف، لازم أقول أي حاجة. والصالحين يقولوا أن الجدال هو فتنة العلماء وبها يبتغي الشيطان زلته، عشان لما يجي حد يتكلم وهو بيتجادل حتى لو يعرف يزود من عنده معلومات عشان ينتصر في الجدال، مش ينصر الحق، ينصر النفس. والفرق ما بين النقاش والجدال تدخل الشيطان. النقاش نصرة الحق والجدال نصرة النفس. فيبدأ الإنسان يقوم مطلع المعلومة حتى لو غلط. تصور ممكن يتكلم كلام في الدين غلط عشان محدش يقول له انت غلطت، محتاج تراجع معلوماتك الدينية. والله العظيم يا جماعة، والله العظيم ياما الواحد شاف حوارات حد بيألف كلام ما أنزل الله به من سلطان، والنبي ما قالش الكلام ده بس عشان ما يعتذرش انه غلط. عشان كده خد بالك، فتاي الجدال اللي نفسه قامت عليه ده وقت تملك الشيطان وشيطنة الأخلاق وصناعة الفتاي. رقم 2، فتاي البحث عن المكانة. يا جماعة المعلومة هي ضالة كل إنسان، لأن المعلومة، العلم نور، المعلومة عاملة زي كشاف النور اللي بينور حتت مظلمة في حياتنا. يعني أنا مثلا عندي وجع شديد في الحتة دي وعايز يا جماعة حد يلحقني، يا ترى ده إيه ده؟ فواحد عايز ينال مكانة بقى عندي ويظهر إنه بيفهم، فيقول لي على فكرة ده مجرد وجع، خد شوية مسكنات. أنت بتفهم في أنواع المغص؟ هو أنت متجرئ ليه؟ أنا هموت من المغص ده، مش مغص عادي وفي حتة غريبة كمان، تطلع زي دودية ولازم تعمل عملية يا إما الشخص هيموت. لكن هو لازم يقول الكلمة عشان يبان إنه هو في الطب ما شاء الله وفي الهندسة ما شاء الله وفي العلم ما شاء الله، بحثاً عن المكانة. تعرف المشركين افتكروا النبي عليه الصلاة والسلام بيكلمهم عن ربنا بحثاً عن المكانة وبيقول لهم معلومات مش صحيحة. قالوا يا محمد إن كنت تقول هذا حتى تكون سيدنا جعلناك سيدنا فلا نقطع أمرا حتى نرجع إليك. لو هو بحثاً عن المكانة حاشاه صلى الله عليه وسلم. بس بص الناس بتفكر إزاي، هو كل واحد عارف إن اللي بيقول معلومات، المعلومة دي ضالة الإنسان وبها يبحث الإنسان عن نجاته. فلو كانت حق كما جاء به النبي يبقى النور، ولو كانت باطل يبقى شيطنة، يبقى بتودي الناس في الظلام مش بتودي الناس في الخير، وده الضلال. الفتي في الجيم، الفتي في السياسة، الفتي في الكورة، الفتي في الدين، كل ده عشان الواحد يبين انه عنده معلومة وعنده شرف المعلومة، ده ضلال. اما العلامة الثالثة من علامات الفتاي هو الفتاي المكسوف، اللي لما يتسأل في معلومة معينة ما عندوش فيها المعلومة يضطر يفتي عشان منظره، يضطر يفتي عشان مكسوف. او لو بنتكلم في حاجة وانا قاعد ساكت ما بفهمش، يا جماعة ما بفهمش في السياسة، ما بفهمش في الطب، ما بفهمش في الرياضة دي، مش عايز افتي، لا انا مكسوف وانا قاعد كده ماليش اي قيمة. يجي الشيطان يقول لك عيب، انت عندك شويه اجتهادات وديك سمعت كده معلومه من هنا ومعلومه من هنا، يلا اتكلم. فيفتي الانسان لما يكون مكسوف، وده اتكلم عنه القرآن. وقال الملك اني ارى 7 بقرات سمان ياكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى يابسات. الملك بيسأل ها يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا اضغاث احلام، يعني ده كلام ملوش معنى، بس عايزين نقول حاجه، وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين.
بعد ما قالوا دي احلام ما لهاش معنى، قال بس احنا على فكره ما بنفهمش في التاويل. طب انت بتتكلم ليه لما انت ما بتفهمش؟ يعني ليه المعلومه تطلع ان انت بتقول اضغاث واحلام وبعدين تقول بس انا ما بفهمش في الموضوع ده؟ ده اسمه تسرع. اتكسفوا من الملك لما كان بيسال عشان نعيب منظري يبقى مش عارف معلومه في الموضوع ده. ده اسمه الفتاي المكسوف. حتى قال علي بن ابي طالب: ما يضر احدهم ان سئل في شيء لا يعلمه ان يقول لا اعلم. ما اعرفش، مش عيب. على فكره اقسم بالله العظيم قسم غير حانث ان الشخص اللي بيقول ما اعرفش شكله بيبقى حلو زي اللي يقول معلومه ذهب. لانك انت لما تقول ما اعرفش جوه قلوب الناس هيقولوا على فكره الانسان ده ثقه. لما يجاوب بعد كده يبقى اكيد عارف، فياخدوا برايك، فيحصل لك المكانه ويحصل لك الانتصار ويحصل لك انك انت محدش يكسفك بعد كده لانك انت بقيت ثقه عند الناس. فارجوك تخلص من الشيطان، شيطان الفتي، وبلاش فتي لا في جدال ولا فتي بحثا عن المكانه ولا فتي لو انت مكسوف. وجهت قلبي وعقلي ليك، سجدت لك، اغفر لي يا رحيم. يا رب انا استنجدت بيك من نفسي من كل شيطان ولو خلاص الشيطان أراد أن يضل بيك المجتمع ويصنع منك الفتاي وانت بتجادل وعشان تبحث عن مكانتك وانت مكسوف هتتكلم عشان منظرك قدام الناس، لو صنع منك الشخص الفتاي أو مني هيحصل مشاكل لنفسك وفي المجتمع وفي الآخرة. 3 مشاكل بتحصل. رقم 1 توقف الفتاي عن التعلم. رقم 2 ضلال المجتمع وتشوه المفاهيم. رقم 3 الندم في الآخرة. رقم 1 توقف الفتاي عن التعلم. بيحصل حاجة يا جماعة في علم النفس اسمها تشوه الصورة الذهنية. أنا عمال أفتي والناس عمالة تقبل مني. يعني أنا بتكلم في حاجة ممكن اللي حواليا مش فاهم فيها، فلو قلت له يمين يبقى يمين، هو ما يعرفش الصح من الغلط، فبقولها بطريقة معينة وبفصاحة معينة وبشكل معين كده كأني يعني خبير قوي، يعني كأني متخصص. فابدأ أنا أحس بنفسي والناس تقول لي والله تصدق عندك حق، وهو كمان مش عارف. فإذا بي يحصل لي رضا عن نفسي فما اتعلمش. عشان كده الصالحين كانوا يقولوا: لأن تموت وأنت طالبا للعلم خير لك من أن تعيش وأنت قانعا بالجهل. وكان شوف الواحد ممكن يبقى عايش مقتنع بجهله وفاكر نفسه جامد وعالم ومتخصص في كل حاجة يعرف يتكلم يعني. وكان سيدنا أبو الدرداء يقول: لا يغرنكم فصاحة الرجل ولا ذكائه وهو يتكلم، إذا رأيتم فيه العجب أو التكلم فيما لا يعنيه أو ينكر على الناس ما يفعله فهذه علامة الجاهل. خد بالك، لو لقيت واحد بيتكلم بعجب وهو مش عارف بيتكلم فيما لا يعنيه وهو بيتكلم يعني مسيطر كده بشوية ألفاظ معينة، دي علامة الجهل مش علامة العلم. ما دام الإنسان بيتكلم بغير معلومة دقيقة وبغير فهم، هو ده الفتي اللي بيحذروا منه. عشان كده الخليل بن أحمد أحد الصالحين بيقول إن الناس 4، الرجال 4: رجل يدري وهو يدري أنه يدري فذلك عالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك ناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك سائل فارشدوه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري ذلك جاهل فارفضوه. هو ما يعرفش ومش عايز يعرف إنه ما يعرفش، بيفتي. الأخير ده الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري مش هيتعلم، لأن فتيه مخليه فاهم وهو في الحقيقة لا يدري. أما العاقبة التانية والحصاد التاني اللي الشيطان بيقول لك شيله لوحده أنت ومجتمعك، افسد في مجتمعك بالفتي، فهو تشوه مفاهيم المجتمع. بيحصل حالة ضلال في المجتمع. قبل ما أقول لكم النبي قال على إيه على الموضوع ده، يجي شاب يسألني يقول لي أنا ما بصليش. ما بتصليش ليه؟ يقول لي عشان بشرب سجاير. لأن حد قال لي قبل كده إن السجاير بتنقض الوضوء، عشان كده أنا بشرب سجاير كتير، فمش صعب قوي أتوضى كل نص ساعة ولا حاجة. بس السجاير حرام لكنها مش بتنقض الوضوء. مين اللي فتى وقال لك كده؟ أو أي حد فتاله وخلاص عشان يقول له حرام فقام قايل له إنها بتنقض الوضوء، وده مش حقيقة. مش معنى إنها حرام إنها بتنقض الوضوء. جالت بنت تسألني بتقول لي أنا ما بصومش رمضان وما بصليش ليه؟ عشان مش محجبة. أيوة الحجاب فريضة، بس مش كل واحدة مش محجبة لها تصوم ولا هتصلي. ليه كده بتقولي كده؟ عشان حد فتى عشان يشجعها على الحجاب يقول لها لو سمحتي كده صيامك ولا صلاتك مقبولة عشان مش محجبة. فتي بيضل المجتمع ويبعد الناس عن ربنا. خد الكلام بقى ده في السياسة، خد الكلام ده بقى في كل اتجاهات حياتنا، خد الكلام ده في تعاملاتنا مع بعض.
فتي فتي فتي، يعمل تشوه لمفاهيم المجتمع. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إنما يقبضه بقبض العلماء، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والله الواحد بيتكلم بيتجرأ فهو يبقى ضال وضلالي كمان للمجتمع. أنا مش بشتم حد يا جماعة، دي حقيقة اللي بيحصل، إن بيحصل تشوه للمفاهيم في المجتمع، وأصعب حاجة يبقى تشوه مفاهيم محتاجها المجتمع سواء في الدين أو في المعاملات. وقال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، عنده برزنتيشن سكيلز وبيعرف يستخدم كلامه وما يفهمش، منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، يتكلم كلام أكنه عنده أدلة وهو بيبعد ناس عن ربنا سبحانه وتعالى. فأي مجال من المجالات ربنا يستر من ضلال المجتمع بسبب الفتاي. حلو الحلال حلو الحلال حلو الحلال حلو الحلال